بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالطلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي مع الدرس الثاني في الوحدة الأخيرة والدرس الأخير في منهج أولى إعدادي الترم الثاني تحت مسمى دورة الصخور. على بركة الله تعالى هنتكلم على دورة الصخور. بيقول لي الصخور في معادن. صخور عبارة عن معدن كوارترز، معدن فلسبار، صخر الجرانيت، معدن هورين لاند. الصخور قال لي روكس هي أجسام صلبة ممكن تكون مكونة من معدن واحد أو عدة معادن، وتوجد تحت على سطح الأرض أو أسفل سطح الأرض أو في قاع المحيطات. يعني وجود الصخور يا أولاد عندي يا إما بيتواجد تحت سطح الأرض، يا إما بيتواجد على أسفل سطح الأرض أو قاع المحيط. Classification rocks، تقسيم الصخور. الصخور بتقسم إلى 3: صخور رسوبية، صخور متحولة، وصخور نارية. طب دور عمليات الأرض في تكوين الصخور. في تغيرات فيزيائية وكيميائية أولاد بتحدث في بطن الأرض أدت إلى حدوث عمليات جيولوجية زي عملية التجوية والتعرية والانصهار والتبلور. إيه التجوية؟ التجوية هي عملية تفتيت وتكسير الصخور، وقد تستغرق هذه العملية ملايين السنين. وأنواع التجوية في تجوية ميكانيكية وفي تجوية كيميائية. التجوية الميكانيكية يا أولاد بيقول لي فيها عند وضع زجاج مية مملوءة لحافتها، تمام، في مبرد الثلاجة لعدة ساعات هلاقي الزجاجة دي بدأت تنكسر. طب ليه يا حبيبي؟ قال لك لأن كمية المية لما طبعا بتتجمد بتزيد كثافتها، فلما زادت الكثافة بتاعت الماء عن حجم الزجاجة فبدأت الزجاجة تعمل يا أولاد تنفجر. وبنفس الكيفية لما بتضع الماء داخل الشقوق والماء ده يبدأ يتجمد بيحدث انكسار للصخور، ودي أحد أسباب التجوية الميكانيكية. إذن عملية التجوية الميكانيكية هي عملية تفتيت وكسر الصخور دون حدوث تغير كيميائي. طب إيه أسباب التجوية الميكانيكية؟ رقم 1: تجمد الماء في الشقوق الصخور، بمعنى إن أنا وضعت ماء كده بين صخرين أو بين صخر وسط صخر منشق. الماء ده لما اتجمد زاد حجمه، فبدأ لما يزداد الحجم بدأ عمل عملية انكسار تسبب في اتساع شقوق الصخور. ينصهر الثلج وتملأ المياه الشقوق الجديدة مرة أخرى ويبدأ يتجمد تاني، فبيحدث انكسار كامل. هنا العملية الثانية سبب التجوية جريان المية. المية هي وبتجري هنا بتصطدم بالصخور فبتعمل على تآكلها. أو عصف الرياح. بعصف الرياح تبدأ الرياح تنحت في الصخور. في مثال ذلك الصخرة موجودة في محمية الصحراء البيضاء. أيضا التجوية الميكانيكية بواسطة جذور النباتات. جذور النباتات عملت على تكسير مين يا ولاد؟ الصخور. يبقى إذن التجوية الميكانيكية تحدث ب3 أو 4 عوامل: تجمد مياه، جريان ماء، تجمد مياه، جريان ماء، عصف الرياح، نمو الأشجار. عصف الرياح ونمو الأشجار دي أسباب ريزونس، أسباب التجوية الميكانيكية، تمام، دون أن يحدث تغير كيميائي. ننتقل للنقطة الثالثة طلاب الأعزاء، التجمد والانكماش. النقطة الخامسة، بمعنى للمعادن المكونة تمدد وانكماش حراري للمعادن. قالك تتمدد وتنكمش المعادن المتكونة للصخور بسبب اختلاف درجة حرارة الليل والنهار. من هذا التمدد وهذا الانكماش تبدأ المعادن تتمدد بفعل الحرارة وتبدأ تنكمش ليلا، فده بيحدث بردك يعمل على انكسار الصخور. يبقى تجمد مياه، جريان ماء، عصف رياح، عصف الرياح، جذور نباتات، تمدد وانكماش حراري. أما التجوية الميكانيكية يا أولاد قال لي قال لي أضف قطرات
وأضع قطرات من حمض إلى قطعة من الصخر الجيري زي الشكل ده، وقرب عود ثقاب مشعل. قال لك من الغاز المتصاعد هيتفاعل ويتصاعد غاز. قال لي الملاحظة الأوبزرفيشن هيتآكل الصخر مع تصاعد فقاعات غازية، ينطفي عود الثقاب. طب ايه الكونكلوجن؟ ايه الاستنتاج؟ قال لي بيحدث تغير كيميائي في مادة كربونات الكالسيوم المكونة للحجر الجيري. ليه؟ عند إضافة الحمض، لأن بيتفاعل الحمض اللي هو حمض كنا نحن حط حمض مثلا وليكن حمض الهيدروكلوريك مثلا، يتسبب في تآكل الصخر الحجر الجيري، وده ما يعرف بالتجوية الميكانيكية، قصدي التجوية الكيميائية. يتضح من هنا حبيبي ان المواد الكيميائية مثل الأحماض والمواد المعدنية موجودة في المياه الجوفية والأمطار الحامضية تتسبب في تجوية كيميائية. ما هي التجوية الكيميائية حبيبي؟ هي عملية تفتيت وتكسير للصخور مع حدوث تغير كيميائي لها. يحدث لها تغير يا ولاد؟ تغير كيميائي. طب هنا بيقول لي علل ينابيع مياه يولستون محمية يولستون مثال للتجوية الميكانيكية. قال لي بسبب تأثير المياه الحارة الغنية بالمعادن تتسبب في تكسير الصخور. في تجوية اسمها التجوية الكروية، إحدى صور التجوية الميكانيكية، فيها تأخذ الصخور شكل شكل الكور. صخر يأخذ شكل كور باستمرار عملية التآكل. ميكانيكية حدوث التجوية الكروية. قال لك تتعرض كتل الصخور كالجرانيت لتجوية كيميائية وتتآكل الحواف. يبقى أول كده بتعرض تجوية ميكانيكية، ويأخذ الصخر الشكل كروي باستمرار عملية التآكل. تمام حبيبي؟ تمام حبيبي الغالي. طب هنا بيقول لي خد بالك، خدنا بالنا كويس. انصهار الثلج، انصهار الثلج لا يعتبر تجوية كيميائية لحدوث تغير في التركيب الكيميائي، لعدم حدوث تغير في التركيب الكيميائي. هنا يستخدم مسحوق كربونات الكالسيوم الناتج من سحق الحجر الجيري في عملية الجبيرة. يعني الجبيرة دي بتكون أصلا من مسحوق كربونات الكالسيوم اللي هو الحجر الجيري، يستخدم للمصابين بالكسور. النقطة الثانية اللي هي التعرية. عند سقوط الأمطار على هضبة الحبش تنحت الصخور، تحدث عملية تجوية للصخور. بعد ما بتتكسر الصخور يتم نقل هذه الصخور من مكان لمكان، ويتم ترسيب دقائق الفتات الصخري الرسوبيات في أماكن الترسيب، ودي ما يقصد بعملية التعرية. يبقى عملية التعرية هي عملية نقل الفتات الصخر الناتج من عملية التجوية بعيدا عن المناطق التي نقل منها، وبعد كده بيتم ترسيب الرسوبيات. دقائق الفتات الصخري المنقولة بعيد دي حدثت لها عملية تجوية يتم ترسيبها. يبقى بتحدث تجوية ثم تعرية ثم عملية يا أولاد؟ ثم عملية ترسيب. هنا بيتكلم على دور الضغط في تصخر الصخور الرسوبية، بمعنى ان بعد عملية النقل والترسيب الصخور دي بتبدأ تنضغط، فالصخر بيبدأ يتصلب، وده بيسموه بعملية التصخر. معنى التصخر انضغاط الرسوب على مدار السنين في طبقات مكونة صخور رسوبية. يبقى الصخور الرسوبية هي صخور متكونة متماسكة ومتكونة من تصخر مين يا ولاد؟ الرسوبيات. أمثلة للصخور الرسوبية حبيبي: الحجر الجيري، الحجر الرملي، الحجر الطيني. هنا في سؤال بيقول لي ماذا يحدث أو اللي ترتب لما بيزيد الضغط على الفتات الصخري؟ طبعا بيزيد تماسكه وبيتحول لطبقة صلبة مكونة صخور رسوبية. طب مميزات الصخور الرسوبية: صخور مسامية لوجود فراغات بين المكونات بتاعتها، بيتواجد بعض الفراغات. 2 تحوي على حفريات اللي هي بقايا الكائنات الحية التي ماتت منذ ملايين السنين. إن شاء الله لنا لقاء متجدد مع نقطة الانصهار والتبلور، ولكن كل رجائي من طلاب الأعزاء الأحباء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء متجدد على بركة الله.